ازيكم عاملين ايه؟ بما ان احنا في فترة امتحانات فطبعا مش هسيبكم يعني، مع اني بقالي سنة ما نزلتش فيديو. المهم يعني انا جاي اقول لكم كلمتين النهاردة. اول حاجة، بطل تراجع يا مهزأ يا اللي بتحب تجلد ذاتك. ليه بقى؟ اول سبب، لان انت خلاص طلعت من اللجنة، فانت لو اتنططت مش هتعرف تغير اجابتك. تمام. تاني سبب وده الاهم طبعا، ان انت مش هتعرف تركز في المواد اللي جايه وتقعد تقول ياه، يا ريتني كنت عملتها كده، ما انا كنت اعملها كده الاول، ايه اللي خلاني اغيرها بس يا يا ريتني ما كنت عملت كده، ويا ريتني ويا ريتني ويا ريتني، ومش هتذاكر للماده اللي بعدها، واحنا طبعا عارفين كل الكلام ده. تاني حاجه طبعا، خليك فخور باي حاجه انت هتجيبها. اولا، عشان ربنا مش بيضيع تعب حد. ربنا قال في القرآن ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تاني حاجه قال وهل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ يعني دي معروفة يعني يا جماعة، فمش محتاجة بقى يعني لما تلاقي حد مسرب امتحان، حد غاشش بتاع مش عارف ايه. ربنا مش هيساوي اللي تعب طول السنة واللي ذاكر طول السنة، اللي كان متبهدل وتعبان وطالع عين امه في الشتاء وفي الصيف وفي الحر وفي السنتر اللي الكراسي بتوجع وفي كل حتة، بحد كان قاعد مأنتخ 24 ساعة في 24 ساعة، ودي معروفة طبعا. تاني حاجة، لان صدقني محدش هيقدر التعب النفسي اللي انت مريت بيه طول السنة غير نفسك، ومحدش هيقدرك برضو غير نفسك. فخليك فخور بأي حاجة انت هتجيبها، مهما كانت ايه هي، مهما كانت ايه هي، خليك فخور. just proud of myself لا of yourself هي myself دي. آم، اتعب وكمل، صدقني مفيش احلى من متعة المشوار بجد يعني. المتعة في الطريق احلى مليون مرة من لذة الوصول. طبعا لذة الوصول ليها طعم تاني يعني، ان شاء الله هنوصل لها كلنا. و I hope ان الفيديو ده يكون طبطب على قلبك شوية.